السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد من قناة ترندي كروشيه. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض الجزء التاني من الست اللي مكسر الدنيا الصيف ده. عملنا مع بعض قبل كده السكارف المثلث وشوفنا طريقته بالتفصيل. تقدروا ترجعوا للفيديو موجود عندكم في صندوق الوصف، وكمان لو دخلتوا على فيديوهات القناة هتلاقوه. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض الطاقية الترند دي بكل تفاصيلها بقى، وهنشوف في الآخر السكارف كان وزنه كام والطاقية وزنها كام، يعني بكام جرام بالظبط تقدروا تعملوا المجموعة على بعضها. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. هستخدم في فيديو النهاردة خيط قطن ايطالي، وهستخدم معاه ابرة مقاس رقم 2. ده كنت عاملاه بخيط قطن برضو بس نوعه مارشميلو اهو، هو نفس السمك اللي انا هستخدمه دلوقتي. يلا بينا كده نبدأ ونقول بسم الله. هبدأ اجيب كده طرف الخيط اهو، وهعمل دايرة سحرية. ازاي؟ بجيب الطرف القصير اهو على الصبعين دول، وبلف الطرف الطويل اللي جاي من الشلة وبعمل بيه حرف اكس كده، وبلف صوابعي، وبعدين بدخل ابرة من تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية بالراحة جدا من غير ما اطلع اي خيط من مكانه. تمام اهو، ده الخيط القصير. بعد كده هثبت الدايرة بتاعتي باول سلسلة، وهشد الخيط كده بس عشان اضيق الدايرة شوية وابدأ اتحكم فيها. السلسلة الاولى اهي، وبعد كده لفة على الابرة. انا عملت السلسلة بس للتثبيت. لفة على الابرة وبدخل جوه الدايرة، وهشتغل اول عمود. عندي 3 حلقات على الابرة، بسحب الخيط من حلقتين، بلف الخيط على الابرة وبسحبه من تاني حلقتين. لفة على الابرة وهدخل جوه الدايرة تاني، وهشتغل تاني عمود بلفة. لفة على الابرة وادخل جوه الدايرة تاني، واشتغل تالت عمود بلفة. 4 5 6 7. ممكن اضيق الدايرة شوية. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طبعا كل ما بنشد الطرف القصير ده الدايرة بتاعتي دي بتقفل خالص على الغرز اللي فيها. عملنا 16 عمود. هروح لأول عمود عملته، هتلاقوا حرف الفي بتاعه مايل كده شوية. هدخل تحته وهعمل غرزة منزلقة وهقفل أول سطر على كده. 16 عمود جوه دايرة سحرية وقفلت بمنزلقة. تاني سطر هرتفع بواحد 2 3 سلاسل ارتفاع، دول هعتبرهم أول عمود، وهشتغل كمان سلسلة فراغ. لف على الإبرة واروح للعمود اللي بعده على طول اهو، فوق حرف الفي على طول، تحت حرف الفي سوري، وهشتغل عمود سلسلة. وبعدين لف على الإبرة واروح للغرزة اللي بعدها على طول اشتغل فيها عمود، وبعدين سلسلة. لف على الإبرة وهروح للي بعدها على طول عمود، وبعدين سلسلة. لفة على الإبرة واروح للغرزة اللي بعدها عمود. هشتغل فوق كل عمود عمود، وهعمل بينهم سلسلة، وهيبقى المجموع عندي في السطر ده 16 عمود زي السطر اللي فات. كل اللي انا عملته ان انا زودت غرزة سلسلة بين كل عمود والعمود اللي بعده. انا بعمل الطاقية دي مقاس طفلة، تقدروا تكبروها. تابعوني لنهاية الفيديو هقول لكم ازاي تبدأوها، لان البداية بتختلف بين الاطفال وبين الكبار. تابعوني في اخر الفيديو هتعرفوا هتبدأوا ازاي لو عايزين تنفذوها مقاس كبير. خلصت ال16 عمود، منساش اخر سلسلة بين اخر عمود والثلاث سلاسل اللي هم اعتبرتهم اول عمود. في السلسلة رقم كام؟ 1 2 3. هدخل كده فيها وهشتغل غرزة منزلقة وهقفل السطر التاني كده. هبدأ اشتغل السطر التالت. هنشتغل السطر التالت، هنرتفع 3 سلاسل هعتبرهم اول عمود، 1 2 3. والمرة اللي فاتت عملنا سلسلة فراغ، السطر ده هنعمل سلسلتين فراغ، يبقى المجموع 5 سلاسل في اول السطر، 3 اول عمود وسلسلتين فراغ. لف على الابرة واروح للعمود اللي بعده على طول اهو، وهدخل جواه كده
وهشتغل عمود. بعد كده 2 سلسلة، لفة على الإبرة وهدخل جوه العمود اللي بعده وهشتغل عمود. 2 سلسلة، وهكمل السطر ده كله. فوق كل عمود هشتغل عمود و2 سلسلة فراغ بين كل عمود والعمود اللي بعده. بعد ما نخلص السطر كله ما ننساش اخر سلسلتين فراغ بين اخر عمود والثلاث سلاسل اللي اعتبرناهم اول عمود، وبنقفل في السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع بغرزة منزلقة. السطر اللي بعده هرتفع 3 سلاسل اعتبرتهم اول عمود، بعد كده هعمل 3 سلاسل كمان فراغ ولفة على الابرة واروح للعمود اللي بعده هشتغل فيه عمود. 3 سلاسل، لفة على الابرة والعمود اللي بعده هشتغل فيه عمود. 3 سلاسل، لفة على الابرة واروح للعمود اللي بعده اشتغل فيه عمود. ملاحظين انا بعمل ايه؟ انا اول سطر بدأت عمود سلسلة عمود سلسلة، السطر التاني عمود سلسلتين عمود سلسلتين، السطر التالت عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وهفضل شغالة السطر ده كله. هعمل فوق كل عمود عمود وفراغ 3 سلسلة. هخلص السطر وهرجع لكم. بعد ما نخلص السطر الثالث اللي هو عبارة عن عمود 3 سلاسل هنقفل برضو في السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع بغرزة منزلقة. خلصنا السطر ده، هنرتفع السطر الجديد 3 سلاسل هعتبرهم اول عمود. بعد كده هعمل الفراغ بتاعي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 سلسلة، 1 2 3 4. وبعد كده هروح لفة على الابرة واروح للعمود اللي بعده اشتغل فيه عمود. انا بكرر بس 4 سلاسل، وبعدين لفة على الابرة واروح للعمود اللي بعده اشتغل عمود، وبعدين فراغ ال4 سلاسل والعمود اللي بعده فوقه عمود. وهخلص السطر ده بنفس الطريقة بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع، وهرجع لكم في نهاية السطر علشان نشوف هنرتفع السطر الجديد ازاي. وصلت كده لنهاية السطر اهو، وعملت غرزة المنزلقة. بعد كده هرتفع السطر الجديد ب3 سلاسل اللي هما اول عمود عندي اللي هو فوق العمود ده، وبعد كده 5 1 2 3 4 5، وبعد كده لفة على الابرة واروح للعمود اللي جاي وهشتغل فوقه عمود. 1 2 3 4 5 سلسلة ولفة على الابرة واروح للعمود اللي بعده واشتغل فوقه عمود، وهكذا 1 2 3 4 5 سلسلة ولفة على الإبرة واروح للعمود اللي بعده هشتغل فوق وعمود، وهشتغل فوق كل عمود عمود وفراغ 5 سلسلة. طب افرض انا اتلخبطت ومش فاكرة، انا سبت الشغل لأي سبب ما ورجعت له تاني ومش فاكرة انا في السطر اللي بعمل فيه كام سلسلة، عدي سطورك. اول سطر ده ملكيش دعوة بيه، اللي هو الدايرة اللي جواها الأعمدة دي ملكيش دعوة بيها. بصي للي بعدها على طول، ادي سلسلة، ده 2 ده 3 ده 4، يبقى انا كده في السطر اللي فيه 5 سلسلة. تمام كده. هكمل، هفضل ماشية بقى فوق كل عمود عمود وبين كل عمود والعمود اللي بعده 5 سلسلة لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر اهو، منساش اخر 5 سلسلة، وبعدين في السلسلة رقم 1 2 3 من سلاسل الارتفاع بدخل وبعمل غرزة منزلقة. برتفع السطر الجديد 3 سلاسل اللي هما العمود الأول، وبعد كده 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، ولفة على الإبرة واروح للعمود اللي بعده. يبقى أنا كل سطر بزود سلسلة عن السطر اللي قبله، بس الأعمدة عددها 1، كل عمود فوقه عمود. 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وبعد كده فوق العمود هشتغل عمود. 1 2 3 4 5 6، لفة على الإبرة واروح للعمود اللي بعده هشتغل فوقه عمود، وهشتغل السطر ده بنفس الطريقة وهرجع لكم. خلصت كده السطر وقفلته بمنزلقة. خلاص انا سطور التزايد هقف فيها لحد هنا. طيب افرض انتي يعني انا محيط الراس كده من فوق عندي الوسع ده حلو جدا كده بالنسبة للطاقية او البونيه بتاعي. طيب انا لا انا الطفلة اصغر من كده وانا محتاجة اصغر المحيط من فوق. خلاص مفيش مشكلة، اقفي عند السطر اللي فات اللي هو وقفي التزايد عند الفراغ ال5 سلاسل.
انت هتفضلي تعملي تزايد لحد ما توصلي لمحيط الراس من فوق، اتساع اكبر حتة في الراس عندك من فوق. تمام. انا كده هوقف تزايد عندي. السطر الجديد هشتغل هو السطر اللي فات، اللي هو هبدأ بواحد اتنين تلات سلاسل اللي هما العمود، وبعد كده الستة فراغ، وخلاص انا هثبت الستة فراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وهروح على العمود اللي بعده اشتغل عمود ستة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سلاسل، لفة على الابرة، هروح للعمود اللي بعده هشتغل فوقه عمود، وهفضل شغالة عمود ستة سلسلة، عمود ستة سلسلة، وهقفل في الاخر بمنزلقة في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع. هرتفع تاني 9 سلاسل اللي هما 3 عمود وستة فراغ، وهفضل اكرر في عدد السطور كده. فضلت ماشية بعدد من السطور، سطور ثبات، يعني عمود فوق كل عمود وست سلاسل بس هما اللي فراغ. زي ما قلتلك قبل كده، عاوزة تضيقيها عن كده ممكن تقفي عند السطر اللي قبل ده اللي هو عمود وخمس سلاسل. بتعرفي ازاي؟ من محيط الراس، يعني هي دي في المتوسط، يعني 6 7 سنين 8 سنين 9 سنين هتعملي نفس اللي انا عملته، وهتوصلي لغاية العمود والست سلاسل. وبعد كده هتشتغلي سطور ثبات، عمود ست سلاسل عمود ست سلاسل. طيب اصغر من كده بقى، يعني طفل مقاس مثلا طفله مقاس سنه ونص سنتين، لا طبعا هتقللي عن كده، ممكن تقفي عند العمود والخمس سلاسل او العمود والاربع سلاسل، هتصغري. في الاخر هعرفكم ازاي هنعملها للكبار، لان الطاقية بالشكل ده او بعدد الاعمده اللي هم ال16 دول مستحيل تبقى لحد كبير. دي اطفال، مقاس اطفال، وبتفضلي تكبري فيها لحد ما توصلي لمحيط الراس من فوق، وبعد كده بتشتغلي ثبات عدد سطور لحد ما بتوصلي لطول الطاقية اللي انت عاوزاها. عادة ما بيبقى في الاطفال يعني من 16 ل 18 سنتي، ده كويس جدا. دلوقتي هنبدأ نعمل بقى في الاطار. اقصد طبعا بالاطار الجزئية دي من قدام اللي هي بتبقى على القورة من قدام، وكمان هنبدأ نعمل مع بعض السلاسل اللي نازلة على الشعر من ورا. هنحتاج في الإطار خرزات. أنا بصراحة استخدمت هنا كده على الطاقية من قدام الخرزات اللي هي السيليكون دي بتتباع بالعقد ومش غالية خالص. هستخدم منها كذا لون، وهستخدم ورا، هتستخدمي ورا بقى خرزات عادية، أي ألوان أو أي أشكال انت تحبيها، حتى لو عايزة تستخدمي الترتر ده برضو مفيش مشكلة. هستخدم الخرزات دي معايا برضو، ما بتبقاش غالية خالص، موجودة في كل محلات الخيوط. هتحتاجي خرزات فتحتها واسعة علشان تعدي الإبرة، ولو الخرزات اللي عندك فتحتها ضيقة زي دي فهتحتاجي تلضميها أو تدخليها في الخيط من قبل ما تبدأي أصلا شغل الطاقية. أول حاجة هرتفع سلسلة، بعد كده هدخل جوه الفراغ هنا وهبدأ أشتغل غرزة حشو، تاني غرزة حشو، بدخل جوه بسحب سحبة خيط، وبعدين لفة على الإبرة وبسحبها من الحلقتين كده، دي تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، وبعدين برتفع سلسلة وبجيب الخرزة اللي أنا عايزة أدخلها، وليكن باللون ده عشان تبقى باينة في الأول. هدخل جوه الخرزة اللي أنا عايزة أدخلها ولفة على الإبرة، وهسحب الخيط منها وهسحبه من الحلقة اللي على الإبرة كأني بعمل غرزة منزلقة. وبعد كده هرتفع بسلسلة كمان وهدخل في نفس الفراغ، هشتغل غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، وبعدين هروح للعمود اللي هيقابلني، هدخل كده جواه وهشتغل غرزة منزلقة. وانا كده خلصت اول فراغ عندي، هيبقى بالشكل ده. هروح للفراغ اللي بعده، هشتغل اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، وبعدين سلسلة، وهجيب الخرزة اللي هدخلها عندي، هدخل جواها بالإبرة وهسحب سحبة خيط، هخرجها منها وهخرجها من الحلقة اللي على الإبرة، وبعدين هعمل كمان سلسلة وهدخل جوه نفس الفراغ أعمل 3 غرزة حشو تانيين. يبقى أنا ببدأ ب3 غرزة حشو، وبعدين سلسلة الخرزة بمنزلقة، وبعدين سلسلة، وبعدين 3 غرزة حشو، وبعدين هروح للعمود اللي بعده وهشتغل منزلقة.
هروح للفراغ التالت، هعمل غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، سلسلة، الخرزة، سلسلة، وبعدين 3 غرزة حشو. ادي 1 2 3، وبعدين هروح للعمود اللي بعده هشتغل فيه منزلقة. هنفضل بقى كده شغالين في كل فراغ هنشتغل فيه 3 حشو وبعدين سلسلة والخرزة وسلسلة وبعدين 3 حشو تانيين، وبنعمل منزلقة في كل عمود لحد ما بيبقى معانا كام ما عملناهمش. يعني انا هنا اهو دي اخر حاجة عملتها، باقي العمود اللي انا عاملة فيه منزلقة واقفة عنده ادي 1 2 3 4 5، ودول ال5 اعمدة. يعني اللي انتهيت عنده ده عمود اهو، واللي ابتديت عنده عمود، و3 في النص كده 5 أعمدة اللي هم هنعمل فيهم ال5 سلاسل اللي نازلين على الشعر من ورا. لو عاوزين تزودوا عن 5 هتسيبوا 7 من كل طرف، هتسيبوا 1 كمان على اللي انا عاملاه. يعني العدد ده بتاعكم انتوا، لو عاوزين تكتروا السلاسل او تنقصوها انا هعمل 5 بس، وده كافي جدا بالنسبة لي. دلوقتي هبدأ اعمل ايه؟ دلوقتي هرتفع، هدخل الاول خرزة من اللي انا عاملاهم هنا عشان يبقى نفس الشكل اهو. هسحب سحبة خيط من الخرزة وسحبة من الحلقة اللي على الإبرة، وبعدين هبدأ أشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلاسل، وبعدين هدخل الخرزة اللي عليها الدور اهو. هدخل الإبرة اهو انا في الحلقة، وهدخل جوه الفتحة اللي في الخرزة، سحبة خيط لفة على الإبرة هطلعها من الخرزة اهو. تمام. بعد كده هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هخلي الفراغات دي دايما كده 10، وهجيب الخرزة اللي بعدها ايا كان. انا هجرب لكم كذا خرزة بس علشان تشوفوا الشكل. وبعد كده هدخل جوه الخرزة لفة على الإبرة واخرجها من الخرزة، وبعدين هشتغل غرزة حشو، لفة على الإبرة اخرجها منهم الاتنين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهجيب آخر خرزة هدخلها عندي هنا، ولتكن دي. أنا عندي طرف من الإبرة صغير فبستعين بيه بصراحة لما بحس ان فتحة الخرزة بتاعتي صغيرة شوية، وبسحب سحبة خيط من الخرزة وبشتغل غرزة حشو وبعدين سلسلة. وعايزة اثبت خيطي بقى، فهرجع كده في السلاسل ال10 اللي انا عملتهم وهشتغل ادي غرزة حشو او غرز منزلقة عادي اي حاجة انتي، بس دي مجرد تثبيت للخيوط اهو. انا اشتغلت منزلقات وبعد كده سلسلة، وهقطع الخيط هنا اهو. طبعا الخيط ده بننضفه جوه الغرز بيبقى الشكل كده. هاجي في العمود اللي بعده هنا، لو فتحة بقى الخرزات بتاعتك صغيرة هوريكي دلوقتي طريقة تانية تشتغلي بيها لو ما عندكيش ابر صغيرة. تمام. انا هشتغل في العمود اللي بعده خلاص. طيب قبل ما اشتغل، قبل ما اعمل اي حاجة، ده الخيط اللي جاي من البقرة اهو. همسك طرف الخيط كده وهبدأ ادخله جوه الخرزات بالراحة. لو عندك اللي هي اللضامة بتيجي مع علب الخرز اصلا بتبقى حلوة جدا في الحاجات دي، اللي هي بتبقى تقريبا شكلها كده، او بتاعة البانش نيدل او حاجة. بتدخلي كده الخيط وبعد كده بتدخلي اللضامة دي في الخرزات اهو. ادي اول واحدة، وليكن النجوم هنستخدمها. دخلي الخيط في الخرزة بالطريقة اللي انت تحبيها. تمام اهو.
اهو. خلاص انا مش محتاجاها كده. عندي اهو الخرزات اللي انا هستخدمها. هبدأ اجي في، انا هنا بصوا بدأت شوفوا عندي كام خرزة، 1 2 3، وبعدين الترترة صغيرة اللي انا بدأت بيها. خلاص كل يعني كل واحدة هتزيد. بصوا كده انا هجيب لكم حاجة على الطبيعة عشان يبقى الكلام واضح. السلسلتين اللي على الجنب كل واحدة فيهم هيبقى فيها 3 خرزات كبار، تمام؟ اللي هي دي والأخيرة اللي هي دي هيبقوا قد بعض. اللي جنبهم هيبقوا أطول بخرزة، يعني يبقى في 1 2 3 4 خرزات غير الخرزة اللي بنبدأ بيها فوق اللي هي دي ودي. اللي في النص بتبقى أطول واحدة، بيبقى فيها تقريبا 5 خرزات. ليه؟ علشان شكل السلاسل اللي على الشعر يبقى نازل الطرفين قصيرين شوية، وبعدين اللي بعدهم أطول، وبعدين اللي في النص أطول خالص. خلاص فكل مرة بنزود خرزة. هاجي هنا في العمود اللي جنبه اهو، يا اما هروح لاول عمود بدأت عنده علشان ما انساش انا هعمل دي زي دي، تمام؟ فهدخل كده في اول عمود خالص كنت بدأ عنده اهو، وهبدأ اسحب الخيط. هعمل حلقة كده بالخيط وهسحبها، وهشتغل بالطرفين سلسلة عشان التثبيت، وبعد كده هسيب الطرف القصير ده هنضفه. هجيب كده خرزاية من الصغيرين وهسحب الخيط منها، لف على الابرة واسحبها منها، وهسحبها من الحلقة اللي على الابرة، تمام؟ وبعد كده هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلاسل. وهجيب كده الخرزة اللي معايا اهي، وهشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبعدين هجيب الخرزة التانية، لف على الإبرة وخرجها من الحلقة اللي على الإبرة. ما هي الخرزة خلاص بالفعل داخلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهجيب الخرزة التالتة اهو، لف على الإبرة وخرجها من الحلقة اللي على الإبرة. 1 2 3. شوفوا احنا هنا زي ما قلت لكم عملنا كام خرزة، 1 2 3 خرزات من الكبار. يبقى انا كده المفروض كنت اوقف هنا، فبرتفع عن الخرزة دي سلسلة واحدة، وبعدين برجع في السلاسل اللي قبلها اعمل فيها غرز منزلقة علشان الخيط ما يفكش اهو. 3 غرز منزلقة في 3 سلاسل ورا بعض، وبعد كده سلسلة للتثبيت، وبقطع الخيط وبنضفه. زي ما قلت لكم اللي على الطرف هنا هي نفس طول اللي على الطرف هنا، نفس عدد الخرزات اقصد. بعد كده هروح للعمود اللي بعده، هعمل السلسلة وهزود خرزة في الاخر، هزود واحدة بعد دي هيبقوا 4 سلاسل، فهتبقى اطول شوية. والاخيرة اللي هنا دي اللي قبل الاخيرة هتبقى زيها نفس الطول، وبعدين اللي في النص بالظبط هتبقى اطول واحدة، وهنحط فيها 5 خرزات بنفس الطريقة. انا عملت ال5 سلاسل زي ما قلت لكم، اللي كانت على الحرف هنا واللي على الحرف هنا نفس الطول، وبعدين زودت خرزة في اللي جنبها واللي جنبها من الناحية التانية، والسلسلة اللي في النص كانت اطول واحدة علشان يبقى الشكل على الشعر نازل طويل لتحت كده، تمام؟ الطاقية دي مقاس اطفال زي ما قلت لكم. طيب عايزين ننفذ بقى الطاقية ديت للكبار. كل الفرق حاجة بسيطة جدا جدا. في البداية احنا هنا لما عملنا الدايرة السحرية عملنا فيها 16 عمود للبداية، وفضلنا نرتفع بالسطور تزايد لحد ما وصلنا لمحيط راس تقريبا 16 سنتي، وده مقاس أطفال. وبعد كده سطور ثبات لحد ما وصلنا لطول الطاقية اللي احنا عايزينه اللي هو تقريبا 18 سنتي. ده كده مقاس أطفال. طيب مقاس الكبار بقى، هنبدأ نعمل دايرة سحرية برضو في الأول، بس بدل ما نعمل فيها 16 عمود هنبتدي ب 18 عمود. 18 عمود هيفرقوا جدا معاكم في محيط أو وسع الطاقية اللي هو محيط الراس اللي هو الجزئية دي. في الكبار تقريبا هتبقى من 18 ل 20،
وبتفضلي برضو ترتفعي بالسطور لحد تقريبا 21 سنتي. تمام. ده كل الفرق بين الكبار والاطفال. الطاقية سهلة جدا، مناسبة جدا للمبتدئين، ترندي جدا وما بتاخدش خيوط ولا بتاخد وقت ولا مجهود. هتنفذيها بسرعة جدا، في خلال ساعة او ساعتين هتلاقي نفسك مخلصاها وشكلها تحفة. الطاقية مع السكارف وزنهم لا يتعدى 70 ل 80 جرام، يعني 70 75 حسب سمك الخيط اللي انت بتستخدميه. يعني مش هتكملي حتى بكرة خيط واحدة. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى الشرح يكون واضح وسهل وبسيط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وكمان الكومنت والشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيدوا منه. وكمان ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت نشترك في القناه ونعمل سبسكرايب ونفعل الجرس على الكل علشان يوصلنا اشعارات بكل فيديوهات ترندي كروشيه اللي جايه. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير ترندي مع ترندي كروشيه. باي.